الهبيله وكي دايره لاباس عليك بخير. ايوا حنا راه هبيلات اختي انا وياك. بعض المرات كتلقاي شي واحد بحال كيولفها فيك فهمتيني. كيبدا كيقول لك ديري ليا صايبي ليا قادي ليا مجانا ياك مجانا قادي ليا هادي صايبي ليا هادي وانتي بحكم هذاك التبهليل اللي فيك ياك كتبقاي لا شو ما عرفتي لا ما درتش هادي هايقولوا لي انتي ما مزياناش انتي ما مربياش انتي ما كتسمعيش الهضره انتي ما محترماش انتي ما انتي قليله اللحيه انتي هادي. اللهم الا قالوها ليا ندير واخا لا واخا سيدي صافي باش ما يتقلقوش فهمتيني. لا راه كاين واحد الحدود في حياتك كتقدري تقولي لا. في بعض الاحيان كتقدري تقولي لا ياك مع واحد الناس الغلط دائما كنقول لهم لا. بغيتي واحد الحاجه تعلمي تقولي لا. ماشي كنهضرش لك انا شوفي انا دابا اي وحده كنهضر مع دابا غيسحب لها كنهضر على عائله الراجل. شوفي ممكنش غير عائله الراجل ولا عائله المراه. انا راه كنهضر على المجتمع بصفه عامه صحاباتك المحيط اللي داير بيك. ما كنهضرش لك انا على عائله الزوج ولا هذا راه كنهضر معاك بصفه عامه. راه انت ماشي غير عائله الزوج حيت عائله الزوج كتكون متهومه في هذه القضيه. ملي كتبداي تهضري مع شي وحده كتقول لها شوفي ما ديريش كلشي كيمشي ليه التفكير ديالو في عائله الزوج ديالها. تقدري تلقاي عائله الزوج من اطيب خلق الله احسن من عائلتك فهمتيني. وتقدري تلقاي العكس. انا كنهضر معكم بصفه عامه. واحد الانسان ما كيحترمنيش وكيبقى ماشي ما كيحترمش قد يكون كيحترمك وكيديرك فوق راسو ولكن كيبسل عليك تاني. شوفي ديري لي هذه شوفي هزي معاك هذيك شوفي حطي معاك هذيك. يعني ما كيخليكش حتى ترتاح. تقدري مثلا تمشي شي مجمع اولا هذا بنادم كلشي جالس كلشي مثلا نعطيك غير عرس مثلا مشيتي لشي عرس ديال العائله ياك كلشي جالس وانت معوضه كلشي جالس وكلشي لابسه الكشيطه ديالها اللي لابسه التكشيطه ديالها القفطان على مقاد الضفران على هذا وانتي كتجي ما كيعطيكش قيمه. كتبقاي بحال الدراسه عليهم كتجي ها ديك التزاره اولا كتجيبها معاك انت من دارك. الناس كيجيبوا القفاطم كيجيبوا الطكاشط انت كتجيبي معاك التزاره ديالك من دارك. نوض نقضي معاكم نغسل معاكم الماعن. مالكي على حالتك اختي مالكي على حالتك اختي. عرفناكي واعره وعرفناكي عرفناكي نتيا نقيه وعرفناكي دايره ولكن لا. شوفي مازال كان شي واحد مثلا ما عندوش اللي يعاونو ما فيها باس نوضي يعاوني. اما هما جايبين مثلا الناس اللي قابلوا ليهم وجايبين كلشي ومخلصين مثلا جايبين مرات قاد ليهم اولا بناتهم اولا تخدي كتنوضي تنقزي كطيري باش تسمي راني واعره وراني كنعاونكم. وسيدي ما تعاونيش اسيدي عرضوا عليك جي عندي جي عندهم جلسي كولي وشربي وسيري لدارك. ملي يجوا عندك كذلك هما يجوا عندك يجلسوا ياكلوا ويشربوا ويضحكوا وينشطوا ويمشيو لدارهم. ما كاين لا نشقى عليك لا تشقى عليا كل وحده تشقى على راسها اولا تجي مرا تعطيها اللي قسم الله وتشقى عليها صافي سدت مدام باش تفاداو هاد المشاكل كامله. اما تبقاي عرفتي عيطوا عليا مشيت درت لهم وما داروش معايا. انا غادي تدخلوا في هاد الصراعات راه من الاحسن سيري لا شوفي ملي تعيط عليك قلت لك ما قديش معايا قول اختي تعرضتي عليا نجي عندك نجي نفوج ماشي عرضتي عليا حتى مثلا من بعد وقالت لك عرضت عليك وما جيتيش عاونتيني. قول لي هذيك الساعات ملي بغيتي تعيطي عليا قولي لي اختي جي عاونيني ما تقولش يا اختي جي عندي نهار الفلاني جي مرحبا بك فهمتيني. دائما خاصك تكوني عارفه اش كتهضري وعارفه تكوني عارفه موجده الجواب حيت حنا في هذا المجتمع الله يرحم. انا هاد القضيه تفكرتها دابا وقلت نعاودها نقولها للبنات. شحال وحده مسكينه كتكون غاديه على نيتها انها تعاون وهي غاديه معرضه كتنوض تعاون وفي الاخر كيسحب لهم بحال انت جيتي تعاونهم حيت انتيا معشوقه فيهم يعني انت كتموتي عليهم وانت راه فيك هذاك الفيس الله يستر الله يهديك. جلسي الارض صاحبتي مشيتي جلسي الارض. اما وهذاك النوع تاني كيبقى يقول لك ديري هزي معاك هذاك المعينه تحطيه ملا اولا هزي معاك هذا. شوفي الا امك وعكوزتك اللي ما تقدري تقولي والو كيبقى ولا كانوا ناس كبار الله يحسن العون. هذا نهضرك على الناس الاخرين الناس اللي كيطنزوا عليك تقدر وحده صغر منك وتبدا كتشطح فيك. سيري جيبي داك الكاس سير جيبي لي نشرب. اختك الا كانت صغر منك وكانت كطير وخاصه ما العصا وقالت لك جيبي كاس دوري فيها نقول لك لا كاين
إلا كانت شي وحدة دريويشة اختي نجيب لها الماكلة حتى لفمها. كنهضر مع الناس اللي كيكونوا قلال اللحية، كتبقى تقول لك جيب لي هادي، ولا يلا معايا نخرجوا نضربوا دويره، اولا يلا معايا نديروا هادي. لا اختي انا ممسالياش، واخا تكوني مساليه لا عندي ما يدير. ملي كتبقاي متاحه طول الوقت كتولي بحال ما عندك ما يدير، كتولي انت كما كيقولها منبوذه ولا ما شي كلمه بحال هكا، كتولي بحال انت ما عندك ما يدير، صافي متاحه. اللي جا اللي بغاك يديك، اللي فين ما بغاو شي حاجه كيعيطوا على فلانه اجي يا فلتلانه اجي ديري لينا، اجي سير عيطي على هذيك راه ما عندها ما يدير، راه عيطي على تجي عندك كتجري. يبقاو كيشربوا بك الصوانه ديالاتها كياكلوا عليك في غريبه يا الهبيله. واجي معي راسك ولا عيط لك شي واحد سيري بالهمه والشان ولبسي لي احسن ما عندك وديري لي بيجو ديالك، واخا ديري المهم غير ديال بلاكيور وما تمشيش هكاك، ولبسي لي احسن صباط عندك وديري احسن زيف عندك، راه ماشي ضروري يكونوا جداد عباد الله. وغا هذاك الشيء اللي عندك قاديه وتوليه سيري من تمشي للمجمع، سيري جلسي وتجلسيش تخشي في بعضياتك وتجلسي وبحال خايفه من شي حد وبحال حشمانه سيتي نسرح رجليا ونجلس من خويا. كنموت يا اختي على العيالات اللي كنشوفهم في المجمع تبارك الله وصلى على النبي، عرفتي كلب الله ما شاء الله عليهم، ماشي في الماكياج وكتلقى ما دايره حتى شي حاجه في وجهها هكا كدير تبارك الله جالسه والجلسه كي دايره. كيبقاو هذاك العيالات اللي كيكونوا مقموعات كيبقاو يجيو يضربوا بها لالا مولاتي لالا خاصك شي حاجه لالا. تبارك الله كيفاش كتكون الجلسه وكيفاش كتكون البركه والهضره كي دايره، وانت كتمشي كديري تزاره وتبقاي خبط 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 خبط. راه كيكون شوفي راه بعض المرات قارني راسك غير من شي وحده قريبه ليك، لكنتي انت وخواتاتك قارني راسك بشي اختك، كنتي انت وعيالات لواسك قارني انت راسك انت وشي مرت لوسك وشوفي هذه كيفاش كيعاملوها وشوفي الاخرى كيفاش كيعاملوها. اللي كتكون كتقول سمعا وطاعه يا مولاتي كتكون دائما دير ما تحت الصباط. وسمحوا لي البنات انا كنهضر معاكم بعض المرات كنتفاعل، ولكن واللي كتكون كتقمع كتكون لاله مولاتي. واخا هما ما كيكونوش كيحملوها، ولكن نهار كتجي كيديروها هي ما عرفت شكون. واخا هي ملي كتخرج كيبقاو كيعيروا فيها، ولكن كوني على اكيد حتى كيعيروا. ويلك تغسل الكيسان خليتهم مصنين. ويلك قلت لها سيري شطبي معاك البيت خلات كامل العشاشه ديال الرتيل في القناه. ويلي استغفر الله العظيم يا ربي تسمح لي يا صاحبي. ولكن راه باش هذا هو الواقع المعاش، هذا هو الحال ديالنا. الا القليل القليل الا القليل القليل كنقولها قالك التعميم بلغه الجهلاء. انا كنضر غير على بعض، وخصوصا هذاك العيات اختي اللي عاد تقولي لي هاي الله وتمجيه هازه جلابتها وجايه تابعاك ورجليك حالتهم ويديك حالتهم وشعرك حالته وجايه المناسبه. انا وحق الله العظيم ملي كنبغي نمشي شي مناسبه الا عرضوا عليا بنهار واليومين ما كنمشيش واخا طابق السما مع الارض. انا بتعرضي على شي مناسبه عرضي عليا بسيمانه قبل ولا بشهر قبل، نوجد اختي في راسي ونكون عارفه انا واش عندي شي حاجه نمشي انا نهار بين ليله ونهار غنمشي غنقضي شغلي وغندير اختي تانك نخيط كتغنكري كتخاصني شي حاجه نقاده كان عندي شي رونديفو ناجلو مشيت وبقى نهار. وملي تكوني غادي شي مناسبه بقاي توجدي قبل مثلا اللي كانوا معارضين على قبل ما تمشيش مبهدله. انا شحال من وحده كنشوفها كيعرضوا عليها غير البارح كتمشي عندهم هي والبارح بهذا المعنى خاصها غير تقول لا فلانه جي عندنا كتقول لك صافي واخا نجي اييه نجي. هما هاد النوع اللي كتمشي كتلقاك درت الزاره وكتجلس على الماعن، هما هاد النوع. اما اختي اللي كنعرف انا كتمشي للمناسبه وتجلس وكتمخطر ليا وهذاك كتعرضي على سيمانه تبقى كل نوبه تعرضي عليها ولا جات ليك هذاك اللي كدير لك الرجل فوق الرجل وكتجلس ماشي تكبر ولكن كتحترم راسك وتخلي الناس يحترمون بزز منهم. كنموت على هاد النوع انايا وكيعجبني هاد النوع الصراحه مكذبش عليكم. هذا كيتسماش متكبرات. متكبره هي اللي كتبقى تهضر عليك من الفوق كنهضر معك عادي وتضحك معك عادي، ولكن همه وشان غاده همه وشان كنهضرش على تمشي تخيط احسن ما كاين غير جليبه ديالها نقيد تصلحها وتلبس لك الصبيبه نقي وتمشي تجلس كالعياد تمشي تجلسي وتكي لي على ظهرك والدري مخنن والدريه تجر في الحلوه وتمسح في الطلامط. شدي وليداتك حداك كانوا مولفين التليفون ما كنتي ما قدرتيش تخليهم في الدار ما كيشدهم ليك خلي جيبيهم حداك اعطيهم التليفون وقولي لهم جلسوا هنا تنوض لصق امك مع الحيط. انا كنهضر بصفه عامه حتى على راسي
تنوض من هنايا نلصق امك مع الحيط، بغيتي تمشي معايا غتجلس حتى نخرجوا. لا تقولي لا انا جايبه ولادي، انا جايبه ولادي باش يفوجوا طبيعة الحال، ولكن ملي بالك الدرب بدا كيفوت القياس شدي جلسي حداك، ما تخليش كيمسح في الظلامات في المرقه، والحلاوه كتشتت فوق من زرابي ويطلع فوق الشتف فوق السدادر ويجلخ ويرون، وكتقولي ها تيحال فمك وكضحكي. راه قله الاحترام هذيك راه انت كيضحكوا عليك الهبيله، انت كيضحكوا عليك. انا بدا ما كنحملش بحال هكا، ما نكذبش عليك. ما تكونيش تاني تكون داك الميوعه تاني كاخ المره تقول لك هضري مع والدك وانت حاله فمك وتضحكي. خليه راه مهاوش شدي مو عطيه واحد القطله ديال العصا تشوفي التهاويشه كي دايره. نجمعوا شويه اللي عندها بحال هكا الدراري بحال هكا قباح ما تجيبهمش. انا راه عندي ولد واحد الله يحفظه، بعض المرات كنمشي شي بلاصه ما كنديش، كنخليه مع شي حد هكا في الدار، ونخليه مع جدي ولا شي حاجه. كنحاول نمشي راه خصوصا الا كان شي واحد مريض، شو المناسبات اللي الدواء مهمتي الا مشيتي عند شي واحد مريض وديتي ليه الدراري الصغار هو راسو مقلوب عليه ودي وج 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 ومضاربين على التليفون ومضاربين على الالعاب، خليهم ولا ما تمشيش. شوفي ما تمشيش، عيطي عليها ولا عيطي على السيد المريض، اسمح لي راه بغيت نجي عندك ولكن ولادي راهم كيطيروا بحال هكا وما تمشيش، كيطيروا راه ما غيخلوكش ترتاحي، راه نهار غنلقى معهم نخليه ما غنجي نشوفك. نبينا عليه السلام هو غادي يقول لك الله يرحم لك الوالدين، وحق الله العظيم بعد انا بالنسبه ليا يدير معايا شي واحد جيست هكا نقول ليه الله يرحم لك الوالدين. حيت الدراري راه ماشي كيكون راه كتكون التربيه، ولكن اللي كاين هو ولادهم شطونين راه واخا يضل غير يقتل فيهم، لكن اللي هو ولادهم هاوشين هكاك خلقهم الله هكاك، هما حركيين بزاف، يعني ما يقدرش يتحكم فيه واخا يقتلهم بالعصا. فهمتيني؟ من الاحسن كنتي غادي شي بلاصه دي معاك وليداتك جلسيهم حداك، جلس حدايا الا بغيتي نبقى نجيبك معايا، اولا غتفاهم معاه في الدار، يا اما الا جلستي غنبقى نديك معايا، ما جلستيش ما تبقاش تبعني صافي. اما نديه ونبدا نضرب فيه قدام عباد الله، ياك لمك علاش درتي هكا، علاش درتي هكا، بلاتي امك حتى للدار. بحال واحد القصه دي عاودت ليا واحد السيده قريبه بزاف بزاف كاع خلى داك الخراز باش ما يعرفونيش الناس ديال ديال كازا يعني قريبه بزاف عاودت ليا القصه طيبه بزاف صراحه. قالت لي ولدي انا كنت مربيه، قالت لي ما كيهش، قالت لي شي حاجه، قالت لي مشينا لواحد العرس، قالت لي وكانوا كيديروا غير كيسكسوا في العراس او في مناسبات واش عرس ولا اسبوع المهم شي مناسبه هكا فيها الماكله مهم. قالت لي هما العيات كياكلوا، قالت لي وانا يلا ولدي قالت لي بديت كان قالت لي يلا بدينا كناكلوا هكا وبدات تلاح لي قالت لي الدجاج، قالت لي هز الاولى كالها ما قال والو، هز الثانيه كالها ما قال والو، هز الثالثه كالها ما قال والو، قالت لي وانا نضربوا على يدو. قلت لي زعما رصب بلاتي حتى ياكلوا الناس غادا نفرقوا اللحم. بديت كنضرب فيه، قالت لي وي تقول لي وحده شوفي لاله ولدك سيري تا لدارك وربيه، متربيش حدانا هنايا. فهمتيني؟ يعني راه الناس كيضحكوا عليك، يعني الا كان ولدك كيدير شي حاجه بلا ما تبقاي تضربي فيه وتنفخي عليه قدام الناس والله تندير لك والله يا هادي ويا الفاعل ويا هذا، لا شدي ولدك وجلسيه حداك وخليه تا الدار وعطيه المقاتله ديال العصا واش ما عمرو بقى يعاود يقول لي علاش ضربتك، ماشي غير كتجي وتبقاي تضربي ها خبط وما عارفش اصلا علاش كضربي، نسى هذاك الغسله اللي دار. جيبي حداك قولي شوف مشيتي معايا لهاد المناسبه وهدرتي واليوم غتاكلها غتعلق اليوم، علاش باش ما تبقاش تعاودها والله داك الدري ما يبقى يعاود داك الشيء. فهمتيني؟ انا راه ماشي كنحث على العنف ولا هذا، انا كنضر لك على ولادنا راه كاع كنضربوا ولادنا وكاع كنصلخوهم ماشي داك الضرب تاني ديال القتيله، تاني الضرب عم تقرصوش داك القريص رخيب انا ما كنحملوش، ضربي الرجلين صليه والراس ما تضربيش. فهمتيني؟ يعني حاولي. وكما قلت لكم البنات انا رفدت لكم وخرجت لكم من الموضوع هذيك القضيه ديري لي وديري لي ندير لك في الجهه ديالي، اما نفوت الجهه ديالي ونبقى ندير شي حاجه انا فوق طاقتي، وانا مثلا عندي شي حاجه وطلعت لك شي واحد يقول لك تجي عندي دابا ولا لا ما نجيش اختي عندي انا ما يدار، مثلا يلا نمشيو لهاد البلاصه لا اختي انا ما عندي ما يدار، بغيتي تصبري عليا حتى نسالي نمشي معاك صافي، كتبقى عندك واحد القيمه، ما كتبقايش غير اللي جا كيضحك عليك وانت غير حاله فمك. فهمتيني؟ ما كتبقاش غير اللي جا كيضحك عليك وانت حاله فمك، راه بالعكس كيبقاو يضحكوا عليك والله مورا ظهرك حتى كيضحكوا عليك. هاي سحب لك كيقول لك المسكينه حاجه كنقول لها حاجه كتقول لك وا زيدو يلا لا
لا، ديري قيمة لراسك، راه في هاد الوقت إلا ما درتيش قيمة لراسك راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يدير لك القيمة، باش تكوني عارفة، كل واحد كيدير قيمته براسو. انتي دابا هادوك اللي كيديروا لي من القيمة ياك، الناس اللي كيديروا ليهم القيمة وكيديروا لهم الشان وكيديروا لهم كيضربوا لهم ألف حساب وحساب، شكون كيدير ليهم هاديك القيمة؟ واش أمها كتجي عندها وكتبقى تابعة وتقول لهم احترموا بنتي، اولا باها كيبقى تابعها وديروا بنتي، اولا ملصقه بلا هكا في ظهرها كتقول لهم احترموني، الا راه هي بطريقتها كيفاش كتفرض عليك الاحترام ديالها، هي كتفرض عليك داكشي بهضرتها باسلوبها بتاويلها، فهمتيني، كتفرض عليك انك تحترمها. اما ملي كتكوني هويله طلقه تصريح كيبقى اللي جا كيمسح فيك رجليه، اللي جا واللي مشى كيمسح فيك رجليه وكيقول لك هذيك كاع ما كتقلق، لا داير لي شي واحد شي حاجه نتقلق ونبين ليه راه تقلقت ونقول ليه اش درتي واش درتي، مابقاش لا غيتقلقوا مني واش هما دايرينها قداش هويتهم عاوتاني خايفه هما يتقلقوا عليك ويتقلقوا صافي من الاخر. المهم بنات بلا ما نطول عليكم بزاف وتهلاو ليا في راسكم والسلام عليكم.